السلام عليكم. معكم نور القاضي من مطبخ نور القاضي. هنعمل النهارده كفته بقى تنفع للشوي او في الفرن. جبنا كوبايه برغل، هنجيبها ونحطها في طبق ونحط عليها ميه مغليه ونسيبها نص ساعه لساعه منقوعه، وهنحطها في الكبه ونحط عليها بصلتين كبار واحط عليها 5 فصوص ثوم ونضربهم قوي في الكبه. لازم تطحن جدا عشان ما تبانش في الكفته، واحط عليها كيس من خلطه الكفته بالماجي، وهنحط عليها معلقتين من الملح، وهنحط عليها معلقتين من البابريكا ومعلقتين من الفلفل الأسمر، وهنحط عليها كيلو لحمة مفرومة. هنطحنهم كويس قوي في الكبة على أعلى سرعة. تعمليها وشين. بعد كده هننزل بالبقدونس، حزمة من البقدونس فرمناها كويس. هندخلها بقى دلوقتي، هي طرية قوي، هندخلها الفريزر شوية ساعة كده، وبعد ما تطلع بقى هنصبعها. انا جبت علب، كانت عندي علب كان فيها اكل غسلتها يعني. ممكن تجيبي اللي هي الفلين دي، او تجيبي اللي هي الفويل براحتك، او تحطي في كيس اي حاجه. هنجيب بقى الكفته وصبعتها كده على عصيان شيش عشان تبقى مفرخه من جوه، وعملت كل طبق فيه 6 قطع. دلوقتي الكيلو عمل معايا 30 صابع من الكفته. تغلفوا بقى الطبق بستريتش وتدخلوا الفريزر وتطلعوه تسيبوه يفك شويه وتشتغلوا بيه. جربوا الطريقه دي، هتعجبكم قوي وهتسهل عليكم. جربوها وقولوا لي سلام.